السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال دائما وفي اطار سلسله توجد الحلويات العيد الفقاس اللي ولا بدا منه ما تيخطى حتى شي بيت مغربي ولا بدا منه ضروري كيكون موجود ما بين الحلويات المغربيه اللي كنوجدوا. كتشوفوا معايا كيجي غزال هذا الفقاس اللي غنقدم معكم لذيذ شهوه منه، كيجي مخاويش من الداخل، كيجي معمر، كتجي ما كيتفرقعش، كيجي بنين بزاف. ما غنشكروا لكمش، هو كيشكر راسو راه كيبان لكم كيفاش داير. تيجي اللوز فيه والكركاع فيه تيجيو لاصقين ما تيتحيدوش من بلايصهم. كيجي مخاويش من الداخل مقرمش وفيه واحد اللذه زوينه، كيطيب من الداخل مزيان. غنوريكم حتى الطريقه ديال الطياب ديالو كيفاش كيتكون، باش ما يجيكمش هكا من الداخل خضر ويبقى غير محمر من الفوق هكا، يجي مخطوف هكا. السر باش ما يتشقق لكمش في الفران. المهم بلا ما نطول عليكم غنبداو دائما في المكونات. غادا نحتاج 6 البيضات، غادا نحتاج 2 ساشيات ديال خميره الحلويات، واحد ديال فاني، عندي كاس ديال اللوز اللي تمسحوه مزيان يكون ما طايبش، عندي كاس ديال الكركاع، عندي كاس ديال السكر سنيده، سمحوا لي ماشي كاس، 2 كيسان ديال السكر سنيده. هنا كنوريكم غير كاس ولكن دايره 2 كيسان السكر سنيده، 2 كيسان ديال الزيت، وعندي كاس مخلط ما بين النافع وما بين الزنجلان اللي كيكون ما محمرش، حتى النافع حتى هو ما يكونش محمر، نص كاس نافع ونص كاس زنجلان. وعندي الروح ديال الزهر، وكذلك غنستعمل الروح ديال اللوز باش داك اللوز يطلق داك البنه ديالو ويجي باين. كاين بعض المرات شي لوز اللي كيكون ما باينش هكا المذاق ديالو. انا استعملت شويه ديال الروح ديال اللوز هنايا. كنضيف سكر على داك البيض، كنضيف زنجلان، كنضيف نافع، كنضيف شويه ديال روح الزهر، داك الساشي ديال الفاني، وكنبدا كنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم. هنا راني ضفت شويه ديال الروح ديال اللوز، غادا تبان لكم راه هي اللي كتبان كحله، وكنبدا كنخلط مزيان هادشي مع بعضياتو حتى تحاولوا يذوب لكم هذاك السكر، ذوبوه بيديكم هكا، تبقاو كتخلطوا غير بشويه بشويه حتى كيذوب لكم هذاك السكر وكيتجانسوا لكم هذوك المكونات. كنضيف الخميره الكيميائيه، وكنبدا كنضيف الدقيق تدريجيا غير بشويه بشويه، ما تديروش الكميه اللي عندكم كامله. هنا استعملت تقريبا واحد الكيلو 200 غرام اللي استعملت. ضفت هنايا اللوز وضفت الكركاع، كنخلط شي شويه وكنبدا كنضيف الدقيق. هاد الدقيق اللي قلت لكم خاص العجين تجي كتلصق، ما تجيش قاصحه بزاف وما تجيش مرخيه بزاف، باش هكا ما كيفيضش لكم داك الفقاس ويجي سايح هكا، ما كيجيش عالي، ملي كيدخل الفران ما كيتنفخش، كيجي فايض، كيجي فايض. اذا قلنا العجين ما تكونش سايحه وما تكونش قاصحه بزاف، تخليوها شويه كتلصق، كتجمع لكم هكا في يديكم، ولكن ماشي تلصق لكم في يديكم، هي كتبقى معلكه. صافي كنخلطوا العجين مزيان وكنبدا كنحربل فيهم. كنقسم هنايا درت 4 ديال لي بودان قسمتهم هكا، وكنبدا كنحربل فيهم هكا بشكل طولي. الا بانت لكم شي حاجه ديال اللوز ولا ديال الكركاع خارجه حاولوا تدخلوها باش هكا ما كيتشقق لكمش الفقاس. هذا هو السر الاول باش ما يتشقق لكمش الفقاس. الا بانت لكم شي حاجه خارجه بحال دوك اللوزات ولا بحال داك الكركاع كنحاولوا ندخلوها ما نخليوهاش باينه، وكنبقاو كندوروا في هذوك لي بودان حتى كيعطونا واحد الشكل اللي يكون تقريبا متناسق، يكون غادي هكا مزيان ما يبانوش خارجين، باش هكا قلنا ما يتشقق لناش. وحاجه الاخرى هي كنشدوهم كنتقبوهم الوقيته اللي كنقادوهم، كنتقبوهم باش هكا الا كانوا الفراغات في داك سميتو في الفران، فاش كيدخل الفران كيبدا كيتنفخ لينا داك الفقاس من الداخل، وكيبدا كيدير حتى الا كانوا دوك الفراغات ديال الهواء اللي كيكونوا فيه كيخليوه يتشقق، فاش كيبغي يتحل كيبدا كيتشقق. هنايا ما صورت لكمش هاد اللقطه ما بانتش ليا، ولكن راني كنتقبو بواحد العود. حاولوا تقبوا دوك لي بودان كاملين بالعود واحد شويه مزيان. صافي وكتحتفوهم هكا في اللاطه ديالكم. بعدو بيناتهم انايا ما وطيتش عليهم من الفوق، كاين اللي كيبغي يوطي عليهم هكا بالفوق باش كيجي داك الفقاس مقرص شي شويه، انا بغيتو يجي الشكل ديالو داير، ما وطيتش عليه من الفوق. صافي ودرت هنايا واحد البيضه، الا بغيتو تزيدوا شويه ديال نيسكافي فيها باش كيعطيكم داك اللون واضح، انا ما درتوش هنايا وفضلت ما نديروش هاد المره. مرات اخرين كنديرو ماشي مشكل، حتى هاد اللون كيجي زوين فاتح شويه وزوين.
كندوز عليه واحد الفورشيط مقلوبة من الجهة الآخرى باش هكا ما كتشرط لكمش داك العجين يتشقق هكا وكيتحل، باش هكا ما تشرطهاش لكم. كندوزوها مقلوبة وكندير دوك الأجريطة صافي وكندخلو يطيب هكا. كنقص عليه العافية مزيان ونخلي الفران تقريبا واحد شوية محلول. الا كنتو غتسدوه تسدو مرة وكتحلو كتسدو باش داك الفران يبقى كيبرد ويبقى كيدور فيه داك الهواء، ما خاصش الفران يبقى هكا مسدود ومخنوق. صافي ملي كيطيبوا ليا ما نحاول ما نطيبهمش بزاف، نقص عليهم العافيه ونخليهم على خاطرهم. العافيه تكون مهيله بزاف تقريبا بحال شي شميعه رقيقه، ما تكونش مجهده، تكون ناقصه بزاف. ونطيبهم غير شويه. الوقيته اللي بالوا ليا صافي تجمعوا كنحيدهم من الفران، ما نخليهش حتى يقصح. الا قصح فاش غتبغيو تقطعوه غير بدا كيتفرست لكم. دائما ما نخليوش يقصح، نخليوه بحال هكا يكون خضر يلا يبدا كيتجمع شويه صافي ونحبس ليه الطياب. انا عندي هنا الفران شويه كيطيب من الجناب شويه بزايد، كتشد الحراره فيهم بزايد، تحمروا ليا شي شويه من الجناب. كنغطيهم بواحد المنديل كنخليهم هكا حتى يرتاحوا كيبردوا واحد 4 السوايع 5 السوايع ولا النهار الاخر ماشي مشكل. حتى كتقضيو شغالكم وكتساليو وما تقطعوش وهو سخون. كما كتشوفوا معايا راه كيجي غزال، ما كيتفرتش، كيجي زوين، ما كيتهرس لكمش. الطريقه اللي كنخدم بها كتجي جميله جدا رائعه. حاولوا تجربوها، شوفوا كيفاش كيجي معايا النتيجه ديالو. كيجي زوين وغزال وكيجي معمر، ما كيجيش خاوي من الداخل، ما كيطيحلوش داك اللوز، ما كيطيحش منه، ما كطيح منه حتى شي حاجه. كنستمر بالتقطاع حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله، وكنبدا كنستفاه هكا في اللاطات وحده حتى وحده، وكندخلو للفران كيطيب المره الثانيه. هاد المره كنقصلو العافيه، كنخليه كيطيب على عافيه مهيله باش هكا ما كيتختفلوش اللون يطيب غير من الفوق وكيبقى الداخل ديالو الوسط ديالو فاش كتهرسوا الفقاصه كتلقاوها من الداخل خضراء. لا، كنطيبو كامل من برا ومن الداخل. كيطيب ليا مزيان، ولكن العافيه قلنا خاصها تكون مهيله ناقصه، وباش حتى داك اللوز ديالو داك القرقاع كيتحمر كيجي مقرمش، ما كيجيش خضر. الا جهدتوا البوطه راه كيبان لكم راه تحمر، ولكن اللوز كيبقى خضر ما كيتقرمش. كنقصوا عليه مزيان وكنبقاو كنطيبوه وكنردوا معاه البال باش حيتاش ما كيكونش مقاد في الطياب. كطيبوه بحال كطيبوا حبه بحبه، كتحضيو حبه حبه حتى كطيب على خاطرها. وكنقدموه بالصحه والراحه من الجوانب بجوج. كنطيبوه على هاد الجهه وعلى هاد الجهه، كتصبروا عليه حتى كيتحمر. راه كيجي مقرمش وكيجي لذيذ وغزال، ما تشبعوش منه.